يا المرار الطافح يا حق صديق، ان ما حد حيرني في العالم غير النادي الاهلي. مطرود لعيب منه اول ربع ساعه الشوط الاول يا ناس، وقول بس يا حق صديق جاته الفرصه الاهلي يطلع من افريقيا ونرتاحوا منه. قال لي يا قال اكسب، قال 1-0 كيف يا ابوي؟ امال هيخسر متى يا ناس؟ الاهلي لوش كتالوج يا خالق، الاهلي لوش كتالوج يا ناس. يا حق صديق مالك عطله للي على الكباري؟ ما فيش يا زيدان، وروح بعد عنا عشان العمليه حملش الليمون. ابعد عنك، ما انا شايفك النهارده على القهوه انت اول ما طرد جراديشار فرحت وقمت وقلت الاهلي هيخسر. مش قلت لك يا صديق اصبر لغايه صفاره الحكم ما تخلص؟ حصل يا ابوي انا المفروض ما كنتش فرحت ولا كنت اتفرجت على الماتش ده، كل ما ابص على الاهلي القاه خسران يكسب، يبقى مطرود يكسب. ايه امال الحكايه دي؟ طب ما دي حاجه حلوه ليه ده يا صديق؟ وشك بخيت علي. لا انا مش هتفرج على كوره ثاني خالص يا راجل. تتفرجش على الكوره بس انا مش هسيبك النهارده. اللي انت عملته على القهوه ده لازم تتحسب عليه عصير يا صديق. ولا عصير ولا شاي يا زيدان، انا امبارح ساعات وكسبت وما كلمتك شيء. إيه انت كنت تلعب فين امبارح يا صديق؟ في الكونفدرالية. هي كونفدرالية دي؟ هي بطولة زي بطولة دوري ابطال افريقي. بس درجة ثانية يا صديق، انما احنا افريقيا عالمية، كاس عالم، شغل عالي يا صديق، شغل عالي. بس ايه رايك في الهدف النهارده؟ شفت الاسيست بتاع بن رمضان؟ شفت الهدف النهارده بتاع عمرو كمال؟ ايه رايك؟ حلو وكويس. صلوات يا صديق. الراجل هينزل يصلي يقوم يصلي على طول، ماسك السبحه شغال يسبح. هو قاعد يصلي بس مش سالك من جوا. مش سالك عشان خدناه منيكم برضه. ما ده واخدينه منيكم يا صديق. عموما يلا ناخد الطريق حق ده. لا ده الجو برضه انا مش حمل ضرب، وانا ضربتكش امبارح ورفعت عليك جريد ولا حاجه يا زيدان. وانت كمان عشان هتلعب في الكونفدراليه عاوز تضربني؟ لا يا صديق، شغل عالي شغل عالي. يلا جهز نفسك. لا 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 لا، 1000 مليون مبروك، وان شاء الله تاخذوا المركز الثاني. سلام عليكم. مركز ثاني؟ طب من غير يمين ما تمشي الا غير لما تضرب يا سيدي. واحد ده واحد. وانا والله اوشد يا احمد يا حرامي وليه. في يا احمد مالك؟ هي في انتوا كل شويه على قداع الكباري مالك يا عم زيدان؟ ابوك ما مجملهاش معاي يا احمد، ابوك ما مجملهاش كل شويه. كلمتكش انا كلمتكش. خلاص يا ابوي خلاص، انا عارف والله عارف ومرتاح فيه، تزعلش يا عم زيدان. طب سماع عشان خاطرك انت النهارده يا احمد، انت حبيبي برضه. ولسه دوري ابطال افريقيا طويل خلي بالك يعني. طب وانت مالك بالموضوع ده؟ هشجع برضه هشجع وهنطلعوكم يعني. يا ابوي دقيقي خلاص يا عم زيدان. سامع كلامه يا احمد. يا عم زيدان معلش. شاف ابو نتيا. لا عندنا دي معلش. معلش يا عم زيدان عشان خاطرك انت المره دي. معلش يا عم زيدان، تشكر بارك الله فيك يا ابو العم. ما خلاص يا خلاص، انت مش راضي تقتنع ابدا. هم التعاتك دول عليك دي. اول ما طردك جراديشار كاني فرح ولدك. هي في معاه جاته الفرصه يا احمد ان الاهلي يطلع من افريقيا ونرتاح من ال 13 و12 ولا 14 يا ولد. يا ابوي خلاص لما من الحكاوي دي. ده انت حكاويك دي زادت قوي. ده انت يا با، ده احنا بطلنا نشتري سكر من الدكان يا با. ليه؟ من كتر السكر اللي هيجي لك في البيت كل شويه ابن الكلب يا ابن الكلب، حتى انت جاي معاهم يا ابن الكلب. غور روح يا غور. مرار طافح ده مرار.